السلام عليكم ورحمة الله. يا رب دايما حبايبي ومتابعين الغاليين يكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. زي ما انتم شايفين كده اجمل واحلى بسكوت تعمليه بكل سهولة كده. فعلا طلع بسكوت جميل جدا، ما اخدش معايا وقت ولا اي حاجة ومقدره مظبوطة زي ما انت شايفة الجمال. وقد ايه بقى هقول لك دلوقتي قد ايه مقرمش بقى وجميل. لو بتعجبك بقى فيديوهاتي حطي لي اللايك الجميل بتاعك كده وكومنت حلو بقى تقولي لي رأيك فيه. هسمعك دلوقتي القرمشة بتاعته وقد ايه دايب دوب، يعني هو مقرمش كده بس دايب دوب، تيجي تسقسقيه كده تلاقيه ما شاء الله جميل جدا. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويلا بينا نبدا بقى الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا وريتكم كده الكوبايه ديت انا حطيت بيها كوبايتين كده من الزبده. طبعا سبت الزبده كده في المطبخ كده يعني من مش اقل من 5 ساعات او اكتر، لغايه ما الزبده بقت سايحه معايا كده وحلوه. وبدات اللي انا ايه اخدت منها كوبايتين، واخدت 3 كوبايات من السكر، كوبايتين زبدة و3 سكر كده. خلاص معانا ايه السكر والزبدة. وهحط دلوقتي دولت معايا 6 كوبايات من الدقيق، وحطيت لهم معلقة مليانة من اللي هو الكيك شيف ده، معلقة مليانة جامد. يعني هو الباكو فاضل فيه حاجات بسيطة، لان هو الباكو بيكون ايه معلقة وشوية كده. وبدأت اللي انا حطيت معلقتين كبار من النشا، وهقلب كده الدقيق وذرة الملح الصغيرة. خلاص كده معايا كده المواد الجافة جاهزة. هبدأ احط كده شوية كده من الفانيليا، معايا كده 4 بيضات. انا بطلب من حبايبي اللي هم يسامحوني، بعض ساعات في حاجات بتقع مني كده بنساها، ببقى زعلانة جدا بعد ما بنزل الفيديو، بس معلش سامحوني. آه هيكون معايا بشر برتقانية، اخدت بس الاصفر بس من بره، ما تحطيش ابدا من الابيض عشان الابيض بيديكي مرارة. وهتكون معايا برضو من اللي هي ريحة البرتقال، بتجيبيها كده من عند اللي هو بمستلزمات الحلواني. اي حد دلوقتي اللي هم بيبيعوا بقى دقيق وحاجات الكحك بيبقى عندهم، وحاجات البسكوت بتكون عندهم اللي هي ريحة البرتقال. هبدأ ان انا كده ايه بدأت اللي انا اضرب بقى الزبدة والسكر كده. اهم حاجة من انت تفضلي تضربيهم كويس عشان خاطر آه، السكر برضو، يعني انا السكر ده نخلاه كويس ومظبطاه، بس برضو ابدأي ايه افضلي اضربي فيه كده لغاية ما الزبدة زي ما انتوا شايفين بدأ لونها بقى ابيض. هبدأ انزل ايه بال4 بيضات، بيضة بيضة كده لغاية ما البيضة تختفى. مع الضرب كده هنزل بقى بالتانية. ممكن تلاقوني نسيت حاجة او قلت حاجة تانية، يعني سامحوني والله. انا برضو ساعة ما كنت بعمل البوتفور بدأت اللي انا اقول نشا، وانا المفترض ان انا كنت حاطة معلقتين من الكاستر، بس انا والله بطلب من حبايبي اللي هم يسامحوني يعني عشان خاطر في حاجات كده انا بنساها، معلش. ربنا يا رب يخليكم ليا كده ويديكم الصحة كده يا رب. زي ما انتم شايفين طبعا انا بدأت نزلت كده بمعلقة البشر والبرتقال، وريحة البرتقال زي ما قلت لكم اهيت. نزلت كده بمعلقة. هي معلقة كانت مدياله ريحة الصراحة، كانت يعني ريحة البسكوت كله برتقال كده كأنك بتاكلي برتقال، كان جميل جدا ما شاء الله. بدأت اللي انا برضو ايه بضرب فيه. كل ما تضربي كل ما بقى معاكي السكر كده بينعم كده مع الزبدة وبيهيش كده. طبعا هيشان السكر كده ويديك القوام الحلو ده. بيبقى هو ده بقى الجميل كده مع بيخلي البسكوتة خفيفة كده وحلو. خلاص كده انا خلصت. هبدأ اللي انا ايه انزل كده بالدقيق، وزي ما احنا متفقين احنا لازم بننخل الدقيق عشان خاطر الدقيق يديكي كده ايه خلي البسكوتة هشة كده وجميلة. زي ما انت شايفة قد ايه القوام كريمي. طبعا بدأت اللي انا انخل اهوت دولت 6 كوبايات من الدقيق. طبعا احنا عارفين بقى ان عجينة البسكوت مش بتتعجن، يعني انت بصي انا هقلبها تقليب لغاية ما الدقيق اختفى خلاص، مش ما تعجنيش، لان هو طبعا احنا مش عايزين بقى نعمل فيه عرق وكده، فطبعا ايه يا دوبك تقليب بس. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ايه هجيب كده المعلقة التانية عشان خاطر نقلبه كويس.
طبعا عايزه بقى ايه اديله تقليبه حلوه كده. فطبعا المعلقه الخشب دي هي اللي هتقلب معايا حلو. لاول مره بقى يشوف قناتي يخش كده نورني ويشرفني بالاشتراك الجميل بتاعه. ربنا يا رب يديمكم كده نعمه في حياتي الصراحه، يعني انا ببقى فرحانه جدا بكومنتاتكم ولايكاتكم الحلوه. لما بشوف كده اخواتي وحبايبي كده ببقى فرحانه بيكم جدا، وربنا يا رب يسعدكم زي ما بتسعدوني كده يا رب. خلاص كده طبعا زي ما انت شايفه كده انا ايه بدات كده الدقيق اختفى خالص. اهم حاجه اللي انا ايه اقلبه تقليبه كويسه، ما يكونش فيه دقيق خالص. حابه بقى تضاعفي الكميه، حابه تقلليها، دي حاجه ترجع لك على حسب ما انت ايه حابه تعملي. انا قلت بقى ايه يعني احنا بنعمل كده شويات من الحاجه كده بتبقى جميله جدا. زي ما انت شايفه جبت كده دوبك نقطه كده من الزيت وبدات ان انا اوزعها كده في الصاج. وهبدا ان انا ايه اجيب كده الكيس اللي هو كيس اللي انا بشكل بيه البسكوت. هبدا ان انا ايه ديت اللي هي البلبله اللي هي بتبقى اللي هي الوسط. انتي حابه بقى تجيبي الكبيره او الصغيره، بس الكبيره هتكون كبيره جامد قوي والصغيره بصراحه هو اللي جاب لي، يعني جاب لي اللي هي ديت، فانا اشتغلت بيها يعني طلعت برضو ما شاء الله جابني. هبدا بقى ان انا ايه طبعا هو يعني لو الجو حر جامد ممكن تريحيه شويه في التلاجة، يعني لمده 10 دقايق كده في التلاجة ولا حاجه. بس الصراحه الجو يعني الجو حلو ومش جو ساقع اساسا. فانا بدات اللي انا ايه خلصت وشكلته على طول. بس انت عارفه بقى شطارتك ان انت تشكلي البسكوت على طول، عشان خاطر العجينه بتبقى ما شاء الله كده كريمي كده وجميله، واول ما بتخلصيها يعني والرسمه بتاعتها بتكون جميله جدا. بدات اللي انا بقى ايه اشكلي بقى زي ما انت شايفه كده. مش عايزه اقولك قد ايه كانت سهله، بس انا والله يعني عماله بحاول ان انا ايه عايزاكم تشوفوا وانا بشكله. طبعا بعد ما بتخلصي بتظبطيها كده، بتمسكي الكيس بقى ايه تقسمي الكيس كده 2 كده زي ما انا عاملاه كده عشان يسهل معاكي وتشتغلي كده. مش عايزه اقولك قد ايه فعلا هو بكل سهوله كده بتشكليه. شكلي بقى الكميه كلها. واهم حاجه بقى لما بتحطيه في الفرن بتخلي بالك عليه في الفرن، لان هو يعني في دقيقه كده بياخد لون، فتكوني مركزه معاه جامد قوي بقى وانت ايه شغاله ايه. يعني ان انا عشان كده هخلص كل الكميه وابدا ان انا اسوي فيه، لان انا طبعا مش هعرف اسوي وانا وبشكل عشان خاطر الفرن بت- بيتحرق معايا بسرعه، فانا بخلي بالي عليه بقى كده. احنا جنب مننا الفرن. وديت انا بصراحه وديت الكحك في الفرن. بس البسكوت قلت بقى ايه هسويه كده في الفرن عندي. وبرده البوتفور عملته كده في الفرن عندي. الفرن بره بصراحه يعني خبيزه جميل جدا. يعني بريح نفسي بصراحه. الكحك بنحب يعني بنحب اوديه الفرن بصراحه. زي ما انت شايفه كده. طبعا اولادنا بيكونوا فرحانين جدا بقى، هم رايحين يودوا الصاج ويجيبوا الصاج وكده، فديت بتبقى لوحدها بالنسبه لهم فرحه يعني. اولادي بقى كل شويه يلا اعملي عشان نودي الصاج ونجيب الصاج. هي دي كانت فرحتهم يعني بكحك العيد يعني. وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعلى اولادنا وعلى اولادكم يا رب. طبعا بقى ايه بدات اللي انا برضو زي ما قلت لكم انا خلصت كل الكميه. ابداي بقى غيري كده في الشكل بتاعه، اعملي شكل بقى زي ما انا عملته كده. او ممكن تعملي اللي هي البسكوتيه العاديه اللي انا عملتها دي حاجه ترجع لك. بصي بكل سهوله بتعمليها ما شاء الله. العجينه يعني معاكي ما شاء الله مريحه معاكي، ف طبعا بتشتغلي بسهوله يعني. طبعا زي ما انتم شايفين برضو عملت كده الصينيه ديت زي ما قلت لك الشكل اللي تفضليه.
اولادنا بقى بيحبوا اي شكل كده، اي حاجه تعملها لهم مختلفه كده هم بيحبوها. خلاص كده انا دخلته كده الفرن، وزي ما قلت لكم تسويته تخلي بالك عليه. شايفه لونه ما شاء الله، لونه جميل جدا ودايب دوب بصراحه، يعني ما شاء الله عليه. كده خلاص احنا كده طبعا خلصنا الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال اعجابكم كده يا رب، وتكتبوا لي بقى رايكم كده في الكومنت الجميل بتاعكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.